السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ اي حاجة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. هو لسه فاضل عليه تقريبا في حدود 5 ايام، بس احنا حبينا نبقى اول ناس عملنا معاكم الفيديو ده. طبعا اللي مش من مصر يا جماعة، احنا في مصر بنحتفل بالمولد النبوي الشريف ان احنا بنجيب حلاوة المولد، ودي اسمها حلاوة المولد. تمام، تعالوا نشوف بقى بكام وجبناها منين والحاجات دي كلها وكل التفاصيل. بس قبل ما نبدأ الفيديو انزلوا صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة كنا انا وهند رايحين في الطريق. تمام، ده بقى الطريق بتاعنا بقى كده، بتنورة في الشارع ده اللي ورا. المهم يعني كده خلاص داخلين على طيبة بتاع الحلويات. لو تفتكروا في الفيديو اللي قبل ده كنا جايبين برضو التورته من نفس المحل ده. المحل ده مشهور جدا في اسماعيلية، ومشهور كمان في منه فروع في جميع انحاء الجمهورية. اول حاجة انا هصورها معاكم العلبة بتاعتنا، لكن العلبة اللي احنا جبناها الهند مش هينفع اصورها، لان الهدية بتاعت حد يعني اكيد مش هعملها على الملأ، انما دي بتاعتنا اصورها براحتي. تعالوا نشوف بقى المحور اللي دار بينا. طيب بص، نجيب كيلو علف، عايزه كيلو علف بس مشكل. يعني 5 مثلا سودانيه، 3 سمسميه و3 خمسيه. طلع الحشر ده بره. بتحب السوداني؟ لا 3 و3. شوف هيكمل كيلو وهنزود. لا 5 من دي. 5 فولية، 3 حمص و3 سمسم. كيلتين انا هنا. ماشي كده قد ايه؟ السعر ولا الميزان؟ لا الميزان. ميزان. كيلو ايه؟ انت بتحب ايه؟ الحمصية. طب ماشي، هات واحده كمان حمصيه وواحده سمسميه وواحده فوليه، نشوف برضو يكمل كيلو. لا ما عندناش بس 200 جنيه. طب ماشي، هات بقى ايه 4 هريسه في سينا؟ كيلو ونص اللي هي 195. يعتبر مش كيلو ونص. ماشي، هات 5 من دي منها و3 نوجه. و3 نوجه. وعايزه قشطه. كام؟ التلاتة برضو. 2 بلدي وواحده بيضه قشطه. واحده بيضه ماشي. وهات لذيذه البيضه. لذيذه هات 2 من البيضه او 3. هات 3. لا هم بيحبوا البيضه، انا اللي خدت الذهبي. ايوه، ايه تاني؟ وهات ايه تاني؟ وهات القرص ده، واحد حمص واحد فلفل. ده هاتي منه 2 بس، صح؟ او واحدة. ماشي كده. في ايه تاني؟ 233 غير الحاجات دي. تمام. تعمل معايا كده. طب ماشي. لسه قطع كيلو 310 الحاجات دي. كيلو 300 لسه بقى الحاجات ايه؟ لسه الحاجات دي تمسك رجلين. كام؟ كام؟ انا عدد 300 والله. ايوه، الحمراء احلى. عايزين يقلدوني.
92 ما قفلتش، هنجيب لها 10. نزود حاجة يعني. لا يعني انت هتقولي باقي من 300. ماشي ما تزعلهاش. وظيفة ولا مرة برضه؟ طيب يلا كام عروس اهو 10 كتير ماشي ولا كتير ولا حاجه كلهم يجوا هنا كده تمام ماشي. بس كده خلاص. تمام. ما قفلتش، هنجيب لها 10. نزود حاجة يعني. لا يعني انت هتقولي باقي من 300. ماشي ما تزعلهاش. وظيفة ولا مرة برضه؟ طيب يلا كام عروس اهو 10 كتير ماشي ولا كتير ولا حاجه كلهم يجوا هنا كده تمام ماشي. بس كده خلاص. تمام. ورايا استاذ امام. استاذ امام جاب لك كام ده اهو دودو. اكتب دودو بس. قال ايه يابا كام ده كام ده على ماشي شكرا. هنا بقى كنا داخلين ندفع الفلوس حق العلبة بتاعتنا. علبة هند اهي ماسكاها في ايديها. هنا كنا اشتريناها ودفعنا فلوسها. بعدين رحنا جبنا علبتنا احنا. ايوه هي تنقيتي وربنا. ايه رأيك؟ مش عارفة انقي. على بختك اللزق خالص. ايه مش حلو. لا عطلة مفيش حاجة. كده كده صافي دي اصلا. اه قرب على وشي. ما انت اللي واقفه جنبي، انا اعمل ايه انا؟ عارف العرايس دي السنة اللي فاتت جايبة منكم ب 20 النهارده. هنا بقى كنا دفعنا الفلوس وخلاص مروحين بنصور العلبتين. ودي هند بتصور علبتها للذكرى طبعا. صارفين مكلفين والله. تمام. ودلوقتي بقى راجعين في الشارع. احنا يا جماعه من عوايدنا في مصر ان البنت يجي لها موسم. علبه الحلاوه اللي احنا جبناها الهند دي طبعا موسمها، ده غير الفلوس اللي هي بتاخدها في ايديها، يعني علبه حلاوه وفلوس. يا بلاش والله. لا بس دي من عوايدنا في مصر ان البنت المتجوزه لازم يروح لها حلاوه المولود. وطبعا مش في الموسم بتاع المولد بس، في كل المواسم، رمضان، عيد صغير، عيد كبير، وقفه، اي حاجه لازم تكلفه وخلاص، تكلفه على الاهل. المهم طبعا انا هفتح العلبه بتاعتنا الاول. تمام. هو لازقها بلزقتين. هو كان جاي يلفها لي، اللزق بتاع علبتنا خلص. يعني جاي يلف علبتنا، اللزق بتاعه خلص. يعني انتوا سمعتوني وانا بقول نحس. المهم بقى دي العلبة عبارة عن جبنة نوجة. وانتوا سمعتوا طبعا واحنا بنقول للولد يحط من كل حاجة. احنا طبعا في حاجات اصناف ما كترناش منها علشان مش محبوبة قوي، يعني محدش بياكلها الا انا. وماما كده كده اوريدي اصلا عندها السكر، فمش بتاكل الحاجات دي كلها، يعني بتاكل حاجات بسيطة. والبسبوسة بعين الجمل. ها. صارفين ومكلفين. والملبن الاحمر ده بالبندق.
والله يا جماعه صارفين ومكلفين. ودي الاقرب حاجه الى قلبي، الحمصيه بجد تحفه جدا. كل واحد بقى يكتب لي في الكومنتات هو بيحب انهي نوع في حلاوه المولد. ودي الفوليه برضو انا بحبها، بس الحمصيه بصراحه اكتر حاجه انا بحبها. ودي السمسميه، طبعا العلف 3 انواع بس غير المكسرات. ودي بقى تحفه، يعني دي محدش في مصر كلها بيحبها الا انا، القرص الابيض ده اللي فيه حمص، تقريبا انا الوحيده اللي في الجمهوريه اللي بحبها. المهم، ودي بقى طبعا برضو العلبه بتاعت هند، حبيت برضو او افتحها لكم علشان انتوا ايه، يعني ممكن حد يقول العلبه فاضيه وكده فايه. بس طبعا هنا كانت العلبه متدهمله، كلهم محطوطين في ناحيه واحده علشان احنا كنا شايلين الشنطه كشنطه كده، فكانت يعني الحاجه كلها اتحطت في جنب واحد بس. بتاعت هند علبة محترمة برضو، بس مش كتيرة قوي زي بتاعتنا. ودي القشطة اللي انا بحبها قوي بصراحة، يعني مش كتيرة قوي زي بتاعتنا علشان احنا طبعا عيلة، واي ضيف بيجيلنا بنقدم له منها وكده، وبتفضل معانا على طول. لكن هند احنا جبنا لها العلبة دي، هي هم حبة حلوين يعني محترمين يناسبوا عيلتها، وكمان علشان بتنزل منهم لحماتها. تمام. واحنا برضو اكتر لان احنا يعني مش هنجيب دي العلبة الوحيدة اللي هنجيبها، لكن هند جوزها هيجيب لها تاني، يعني دي مننا احنا، وغير جوزها طبعا هيجيبها لها، هيجيب لها واحدة كمان. دي خليته يكتب لها اسم زياد ابن هند، زياد عماد. والعلبة بتاعتنا انا كتبت عليها اسمي، انا قلت له يكتب الاستاذ امام، معرفش يكتبها، قلت له خلاص اكتب دودو وخلاص. تمام، دودو والله اسمي منور. بصوا قمر الاسمين قمرين والله يا جماعة. بس وبكده بقى الفيديو بتاعنا يكون خلص، يا رب يكون عجبكم ونال رضاكم. طبعا لو وصلتوا الجزء ده من الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وكومنت واشتراك لو انتوا مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس. وقبل ما ننهي الفيديو هفكركم بحاجتين. اول حاجة الصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ويعني لازم ايام المولد النبي دي نصلي على النبي كتير كتير جدا. تمام. تاني حاجة هفكركم بيها المسابقة بتاعتنا يوم الخميس القادم ان شاء الله الساعة 8 بتوقيت مصر. هنعمل اسئلة عامة واسئلة دينية، طبعا يعني اللي بيجاوب بيكسب فلوس من اول 200 جنيه لحد 600 جنيه، وهنكسب فيها 16 فرد. ما تنسوش بقى تشاركوا فيها وتعرفوا كل حبايبكم علشان المسابقة هتفضل ثابتة معانا بأمر الله كل خميس. تمام. بس كده، مع ألف سلامة، وكل سنة وانتم طيبين، ومولد نبوي شريف سعيد علينا وعليكم. باي.